يا مساء الفل، لو البشاميل بيبوظ منك وبيتقل منك جبتلك الطريقة السهلة الخطيرة دي. اول حاجة معايا 4 مكعبات من الزبدة، لما بيسيحوا على نار متوسطة بنزل ب3 معالق من الدقيق، 3 معالق كبار، وبقلبهم مع الزبدة. بعد كده بنزل بلتر من الحليب الكامل الدسم. بعد ما بنزل باللتر الحليب كامل الدسم معايا المرقة، مرقة خضار، ممكن تدوبوها في كوباية كبيرة من المية السخنة لبهاراتي ملح وفلفل وكوسة الطيب. لو ما عندكيش كوسة الطيب تحطي 7 بهارات، ولكن انا افضل كوسة الطيب. بعد كده بفضل اقلبه لحد ما يكون كريمي. نسيت اقول لكم، بعد ما بنحط البهارات بحط معلقتين كبار من يا اما الجبنة الكريمي اللي هي السبريد اللي هي بتكون في الكوبايات، او اي نوع جبنة مبشورة زي الجبنة الشيدر، الجبنة الرومي، ممكن كمان موتزاريلا عشان تمط معايا. بفضل سايباه على النار بعد ما بقلبه لحد ما صوص البشاميل يكون مثالي، ولا تقيل قوي ولا مياي كده، وخفيف. وبرده الصوص ياخد كده غلواية بسيطة على نار متوسطة. يوميها كنت عاملة كوسة بالبشاميل، جربوه وان شاء الله الصوص ده يظبط معاكم. اعملوه بألف هنا.